بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم. معاكم في سابع اكسرسايز معانا. المفروض إن أنا عايز أعمل ابلكيشن بالجافا سكريبت بيكستراكت the first half of a string of even length. يعني أنا دخلته كلمة، مثلا كلمة يوسف. لو كلمة يوسف دي هي even length يعني عدد حروفها زوجي، هيبدأ ياخد أول النص الأولاني من الكلمة نفسها. يعني قلت واي او يو اس اس اي، هياخد الواي او يو. على سبيل المثال جيت هنا قلت يوسف بالشكل ده. هل ده عدده زوجي؟ 1 2 3 4 5 6 7، فإذا ده رقم 7، إذا ده مش زوجي. طب لو أنا شلت الإف فالمفروض إن هو هيبدأ ياخد رقم 6، فإذا ده زوجي. المفروض إن هو هيطلع لي في الآخر واي او يو. لو أنا قسمتها لاتنين هنا يبدأ إن هو يقسمها لي بالشكل، هياخد the first letter أو 3 letter زي ما هو شايف قدامي. طيب أنا عشان أعمل الكلام ده محتاج إن أنا أعمل function في البداية بتقول مثلا هسميها half even بالشكل ده، وهديله وورد معاه، وهبدأ أقول في الوورد دي المفروض هتريتيرن حاجة معينة. أول حاجة أنا المفروض إن أنا هقطع الكلمة دي كلها، فهقول word dot split. تمام. او على فكرة ممكن ما اقطعهاش خالص، يعني انا ممكن اديتكت على طول العدد بتاع الحروف نفسه. فانا هاجي هنا اقول مثلا لو كان الوورد دوت لينس هو even يعني رقم زوجي، فانا هعمل مودولس الاتنين هيساوي يساوي زيرو عشان تتشيك ان هو رقم زوجي ولا مش زوجي. لو كان رقم زوجي من المفترض اللي هيرجعه لك على طول الأول حروف من الكلمة. طيب انت عشان تعمل الكات ده فانت محتاج على طول ان انت تقول الوورد دوت سلايز. السلايز دي بتاخد البداية وبتاخد النهاية اهي، الستارت والاند. فانت البداية عندك صفر، النهاية عندك هو العدد بتاع الكلمة نفسها على الاتنين. فانا هاخد الكابتن دي كده كلها وهشيل المودرس واحط الديفيجن بتاعي. طيب عكس كل الكلام ده تمام، المفروض ان هو هيرجع لي الكلمه زي ما هي. تمام. وانا هنا هشيل الاقواس عشان يكون عندي ريتيرن باي ديفولت، فاقول console.log الهاف لكلمه يوسف بالشكل ده ونشوف هتطلع ايه. تمام. احنا ممكن طبعا هو طلعها لي، ممكن عشان نفرقها شويه ممكن نحطها في باك تيك ونقول ان الورد دي از اود بالشكل ده. تمام. طيب لو انا شلت الاف المفروض ان هو هياخد اليو بالشكل ده.